ازاي نجمع معلومات عن الناس اللي معانا عشان نقدر نحسن علاقتهم بالمشروع ونحسن علاقة المشروع بيهم. اهلا بيكم، مكملين مع الستيك هولدرز، وتعالوا نبدأ نشوف هنحلل علاقتنا بيهم وعلاقتهم بينا ازاي. مبدئيا تعالوا نلخص اللي احنا هنعمله في كلمتين صغيرين. احنا بنجمع عنهم معلومات استخباراتية، intelligence information، هو ده ببساطة اللي احنا بنعمله. بنبدأ نجمع معلومات تفيدنا ان احنا نفهم الشخصيات اللي احنا داخلين نتعامل معاها، مين معانا ومين علينا، مين اهلاوي ومين زملكاوي، مين بيحب ايه ومين ما بيحبش ايه، مين بيحب ياكل ايه ومين ما بيحبش ياكل ايه، مين ديسيجن ميكر ومين ديسيجن تيكر. وهنا تعالوا نقف وقفه صغيره، الحته دي مهمه جدا بالنسبه لنا. من مصلحتي ويا ريت واتمنى ان انا اتعامل مع واحد يكون هو شايل الاثنين مع بعض، ديسيجن ميكر وكمان ديسيجن تيكر. تعالوا نفرق ما بين الاثنين. ديسيجن ميكر يعني صانع قرار، يعني هو اللي بيصنع القرار، هو اللي بيكون القرار، هو اللي بيكون ملامح القرار ويقنع بيها متخذ القرار، وبعد كده متخذ القرار يقدر هو ياخد القرار ويقول هنعمل كذا او هننفذ كذا او وات ايفر حسب القرار شكله ايه. طيب لو هما الاتنين شخصيات مختلفة، ودون بيحصل كتير جدا في حياتنا، نلاقي ان صانع القرار حاجة ومتخذ القرار حاجة. متخذ القرار يا جماعة دايما بيكون معتمد على سلطته في اتخاذ القرار، فالبوزيشن بتاعه، الباور بتاعه، السلطة بتاعته بتديله الحق ان هو ياخد القرار دون. ولكن في بعض الاحيان، ومش بعض الاحيان، عادة بيكون احيان كتيرة، بيلجأ لحد يستشير ويتكلم معاه يقنعه ويأثر عليه وهو يصنع له القرار. او الدنيا ممكن تمشي بالعكس، الشخصية المؤثرة دي، الشخصية صانعة القرار، هي اللي بتصنع قرار وهي اللي بتروح بيه لمتخذ القرار وتقنعه ان احنا محتاجين نعمل كذا 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 وفائدته كذا وهو الى اخره. وبالتالي لما صديقنا صانع القرار يشتري، هياخد القرار ويبدأ يقول خلاص اوكي انا موافق، او يلا يا جماعة هنعمل كذا. طيب برضو فين المشكلة هنا؟ المشكلة هنا يا جماعة ان انا محتاج احدد هو الشخصية اللي قدامي هل هو صانع ومتخذ قرار في نفس الوقت، ولا هو في صانع قرار وهو اللي بيتخذ القرار، ولا هو صانع قرار وفي غيره هو اللي بيتخذ القرار. انا محتاج افهم دون ومحتاج اعرف دون عشان اقدر اتعامل مع الشخصيات بالطريقة اللي تناسب وجودهم وتوصيف وجودهم جوه المشروع بتاعي. حاجة تانية محتاج اعرفها، او من الحاجات اللي انا محتاج اعرفها، هو الشخصية دي من انهي نوع، من ناحية ان انا اروح له واخد منه موافقة على حاجة مثلا. يعني هل ده من الشخصيات اللي انا ممكن اروح له الصبح بدري او تلحقه الساعة 8 ونص قبل ما مكتبه ما يتزحم عشان تاخد منه القرار او الموافقة او تاخد منه ابروفر على كذا، ولا الشخص دون اللي تلحقه عند الاسانسير الساعة 5 ل 10 وهو نازل عشان تاخد منه الموافقة؟ ده من الشخصيات اللي ينفع تتكلم معاه الصبح، ولا ده من الشخصيات اللي محتاج تتكلم معاه بعد 3 فنجان قهوة؟ يس ايوه يا جماعة، بنجمع الكلام ده كله وهتلاقونا صدقوني احنا بطبيعة الحال بنعمله، ولكن بنعمله كده. لا، احنا دلوقتي عايزين نعمله واحنا مركزين فيه ازاي نجمع معلومات عن الناس اللي معانا عشان نقدر نحسن علاقتهم بالمشروع ونحسن علاقة المشروع بيهم، او بنوصل لحاجة اللي انا بحب دايما اسميها healthy relationship. انا عايز ابني علاقة صحية مع الستيك هولدر اللي قدامي، مع الانسان اللي قدامي، وده مش هيحصل غير لما اقدر اعرف عنه شوية معلومات كتيرة تخليني افهم الشخصية دي وبالتالي اعرف اتعامل معاها ازاي. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن مجموعة من النقط، مجموعة من الزوايا ممكن تساعدنا في تحليل شخصيات الستيك هولدرز اللي موجودين معانا.